البنت اللي قدامكوا دي شافت حاجة غريبة جدا صدمتها وعيشتها وعيشت أبوها وأمها في رعب شديد. مارتن وزوجته أب وأم الولدين، بنت عندها 6 سنين وولد عنده 3 سنين. مارتن نشر قصته على أحد المواقع وقال فيها إن هو وزوجته اكتشفوا شيء مرعب جدا وخطير. بنتهم جيس بتحب الرسم جدا، أبوها وأمها اشتروا لها كل معدات الرسم اللي تحتاجها عشان تفضل ساكتة وملهية في الرسم. جيس كان عندها رسومات كتير جدا في غرفتها هي اللي رسمتها، واغلبها كانت رسومات بريئه وطفوليه. وفي يوم مارتن لقى صوره في غرفه جيس، وبسبب الصوره دي عاش حياته في رعب حرفيا. كانت صوره واحده ست مش معروفه وكانت ماسكه ايد جيس. فمارتن سال بنته جيس وقال لها مين الست اللي انت رسمها دي؟ قالت له دي الست اللي بتزورني دايما. الاب ما اتفاجئش كتير لان الموضوع بيعرف عندهم في الغرب بالصديق الخيالي. ولما مارتن سالها وقال لها صديقك الخيالي اسمه ايه، جيس قالت اسمها لوسي. واول ما قالت الاسم ده الاب اتصدم حرفيا وبقى في حاله ذهول. وفي ثانيه ابوها اخذ الرسمه من ايد بنته وجري وراها لامها وسالها الرسمه دي شبه اختك؟ في البدايه مراته قالت له مش باين قوي، ممكن تكون اختي وممكن تكون لا. ولما جوزها حكى لها اللي حصل مراته دخلت في صدمه وذهول غير طبيعي، وده لان لوسيا تبقى اخت مرات مارتن اللي توفت من قبل ما جيس تتولد اصلا. الاب والام راحوا لبنتهم تاني وسالوها مين لوسيا دي اللي بتجيلك كل يوم وبتقابلك وبترسميها؟ فجيس ردت نفس الرد وقالت لهم ان دي الست اللي بتزورها دايما وبعض الاوقات بتلعب معاها. قالوا لها بتجيلك الساعه كام بالظبط وبتقولك ايه؟ البنت قالت لهم اوقات بتجيلي بالليل وانا برسم، واوقات تانية بتجيلي قبل ما انام. فامها طلبت منها انها ترسمها كمان مره اول ما تجيلها تاني، بس قالت لها المره دي عايزاكي ترسميها بتفاصيل دقيقه جدا. ومارتن وزوجته قرروا ان هم بعد كده يسيبوا غرفه بنتهم جيس مفتوحه علشان يسمعوها وهي بتتكلم مع لوسي. وبعد كام يوم حصلت حاجه غريبه جدا هتنصدموا لما تعرفوا. في واحده من الليالي مارتن وزوجته كانوا في المطبخ فسمعوا صوت بنتهم وهي بتتكلم مع حد في غرفته. الاب والام راحوا بسرعه ناحيه غرفه جيس علشان يسمعوا بتقول ايه، ولاحظوا ان بنتهم كانت كلامها متباعد، يعني بتسكت شويه وبتتكلم شويه، ولكن كان واضح جدا انها قاعده بتتكلم مع شخص قاعد معاها. والله اعلم الشخص ده من عالمنا ولا لا. ولكن وهي بتتكلم سمعوا حاجه مرعبه جدا. سمعوا جيس وهي بتقول للشخص اللي معاها ان اهلي سالوني عنك وطلبوا مني ان ارسمك كمان مره، وبعدها سكتت فجاه. بعدها الاب والام بسرعه دخلوا عليها وسالوها انت بتكلمي لوسيا دلوقتي؟ هزت راسها وقالت اه بكلم. فسالوها هي فين دلوقتي؟ جيس قعدت تتلفت حواليها وبعدها بصت لزاويه الغرفه وقالت لهم هناك اهي واقفه هناك. مارتن وزوجته بسرعه بصوا على زاويه الغرفه ما شافوش حاجه، ولكن الاتنين اكدوا انهم اول ما بصوا لزاويه الغرفه حسوا برعب شديد جدا وكانوا مصدومين. فام جيس طلبت من بنتها وقالت لها ارسمي شكل لوسيا اللي موجوده قدامك دلوقتي. جيس قالت لها حاضر. وبعدها الاب والام سابوها وراحوا على غرفتهم وهم مرعوبين. وبعد شويه جيس نادت على امها، فالاب والام راحوا بسرعه على غرفه جيس واتصدموا حرفيا من الرسمه الجديده اللي رسمتها. الرسمه حرفيا اكدت الحاجه اللي كانوا مرعوبين منها. جيس رسمت لوسيا المره دي بالتفصيل الممل. عيونها كانوا زرق وكان في حسنه فوق شفتها وكانت لابسه ابيض. والصدمه ان لوسيا يوم ما اتدفنت كانت لابسه ابيض، وفعلا عيونها كانت زرقاء وكان في حسنه فوق شفتها. الصدمه مش هنا، الصدمه ان جيس ما كانتش اتولدت اصلا لما خالتها لوسيا توفت. والصدمه الاكبر انها اصلا ما كانتش تعرف ان عندها خاله متوفيه. والصدمه الاكبر واكبر ان امها عمرها ما حطت صوره لاختها خالص في البيت. مارتن وزوجته كانوا مصدومين ومرعوبين من اللي بيحصل لدرجه انهم طلبوا من بنتهم ما ترجعش تتكلم تاني مع لوسيا، وبعتوا جابوا رجل دين عشان يعمل جلسه طرد ارواح من البيت ويحل الموضوع. وعلى حسب كلام الاب الموضوع اتحل بعدها ولوسيا ما طلعتش لبنتهم تاني. الموضوع حرفيا غريب ومرعب جدا ومش لاقي له تفسير، ولو انت عندك تفسير اكتب لي في التعليقات. وبالنسبه للصوره اللي جيس رسمتها لخالتها سايبها لك في الوصف بتاع الفيديو، لان لو نزلتها هنا الفيديو كله ممكن يتحذف. واستنوني في القصه الجايه. سلام.